وثقت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الوحشية التي تتعامل بها الميليشيات المسلحة التابعة لجبهة البوليساريو مع الاحتجاجات بمخيمات تندوف، حيث يتعرض كل رافض لأطروحة المنظمة الإرهابية إلى جميع أنواع القهر والاضطهاد مع جميع أفراد عائلته. وأضاف منتدى فورستين على صفحته بالفيسبوك أن الجوانب الخفية من القمع الذي يسود مخيمات تندوف ويتسرب إلى العلن بشق الأنفس أو بتوثيق من الأحرار والشجعان أو من بعض العائلات التي تتعرض للتنكيل التي تقرر فضح المستور لأنها لم تعد تخشى شيئا، فتعلن التمرد على إجراءات البوليساريو المتشددة في كل ما يتعلق بنقل ما يحدث بالمخيمات أو تصويره. وحسب المصدر ذاته، إننا أمام عهد جديد داخل المخيمات، تسطره أيادي المقموعين والمضطهدين داخل المخيمات. اليوم يصل الصوت إلى أصقاع الأرض، ليطلع العالم على فضائح وممارسات ميليشيات البوليساريو القمعية وأساليبها الإجرامية في ترهيب الصحراويين. وحسب المنتدى، إليكم نموذج من نماذج الهجوم الجماعي الممنهج ضد أفراد عزل، حيث تتوافد عشرات العناصر التابعة للميليشيات لتنفذ مجزرة في حق عائلة أو فرد، فلا تفرق بين صغير ولا كبير ولا شيخ ولا امرأة، ولا تحترم حرمات المنازل، ولا تراعي كرامة العائلة حين تضرب الأم أمام أبنائها، وتنكل بالأخت أمام إخوانها، فتهين الجميع إهانة قاتلة، مع ما يحمله الأمر من ضغوطات نفسية تولد انفجارا وسخطا تنتج عنه عمليات فردية أو جماعية انتقامية في حق قيادات البوليساريو ومؤسساتها. أنقذوا الصحراويين بالمخيمات من بطش عصابة البوليساريو، فما يتعرضون له يفوق الوصف والخيال.